سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم البنات، في هذا الفيديو جيت ندير معكم اول تقديه ليا في الدار. المهم انا ما مشيت ما تقديت ما والو، هادشي جابهم من الدار. المهم داكشي اللي جا بغيت نشاركو معكم. هنا البنات خدا ليا 2 قريعات ديال الكوفيتير باش نبقاو نفطروا، وهاد البويطه صغيره تاع ليليا. البنات اللي بيقول لي هادشي صغيور ولا قليول، حنا راه غير 2 الناس، يعني غير دينا هادشي تقديه ديال 15 يوم. بواطة الفرماج، باكيات الملحة، صافي، وهادي شبيكة الخبز. وهادو البنات صراحة عجبوني والله. لا عمليين، تديريهم في دوك ديال التبزيرة، في دوك الحقيقة تاع التبزيرة كتبقاي تهزي بهم. الصراحة عمليين عجبوني. صافي غادي نديرهم في البواطة ديالهم، وفي نفس الوقت غادي نبقى نخوي كل حاجة، نخوي فيها التبزيرة ديالي. حتى يلاه جاب ليا التبزيرة ما كانش عندي، غادي نبقى نخوي كل حاجه. صراحه جابها لي مطحونه، واخا هكاك بحال مثلا القزبر، والله الا يا البنات الريحه ديالو بارده، ما فيش الريحه مع مطحون قديم ولا شنو. ما زوينش، ما عجبنيش الصراحه والله. غير حتى نصاوب هذيك ديالتي تاع التبزيره تاع مولينيكس، حتى تقات لها الجلده. يعني حتى نصاوبها مثلا بحال القزبر، الكمونه، وداك البزار، القهوه، داكشي نبقى نجيبو نطحنو في الدار. والله البنات ما كيعجبنيش انا هادشي اللي مطحون برا، ما كيجيني الريحه ديالو، يعني دايره قديم، طحون قديم ولا ما عرفتش شنو. خصوصا الا كنتي كتاخديه من عند شي واحد ما كتعرفيش، ما كتكونش ديك السلعه زوينه. مازال الا كان شي حد كتعرفيه كيعطيك سلعه زوينه، اولا كيعبر ليك هكايا وكيتحل قدامك. كنت في الاول فاش كنا في الماتيه، واحد الدري كان في سوق ازلك، تناخد من عنده داكشي، تناخدو ما مطحونش ودا يطحن ليا قدامي مثلا 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم كامله، كيديرها في هذيك الطحانه وكيطحنها ليا قدامي. كنجيبها يلاه مطحونه. ما نقولش لكم البنات الريحه زوينه، ريحه القزبر كتشميها، ريحه البزار باقي جديد، ريحه الكمونه باقا جديده، القرفه هكا الريحه ديالها كتشميها. هادي اختي راه واخا تنشم ما شميت والو، تندير ديك التبزيره الله يسمح ليا ما فيهاش الريحه، لا ريحه سكينجبير لا ريحه تبزيره لا والو، ما كايناش شي ريحه. ولكن اش غنديرو، غنعديو بهم حتى وكان. من بعد غنبقى نجيب اغلبيه نجيبهم نطحنهم في الدار. هادشي اللي كاين البنات، حيت الصراحه لو ولفتي واحد السيستيم في التقديه صعيب باش تبدليه. وهنايا البنات غادي نكمل غندير البصار. صراحه هادشي اللي خديت راه غيديني واحد المده، بحكم انه حنا جوج غادي نمشي به واحد 15 يوم ولا شهر. بالنسبه للخضره غنمشي بها واحد 15 يوم هكا. وهادشي ما صراحه جاني انايا كتير غنمشي به. المهم غيمشي ليا واحد المده طويله، حيت انا صراحه متعوده على الاقتصاد وداك الشيء. المهم باش شتي هاد القزبر هو اللي كتير تبارك الله، هو اللي ما فيش الريحه عصبني. تنشم في هاد اللقطه هادي كنشمو كنعاود زعما بغيتي نشم شي ريحه والو، ها الشكل تاع القزبر، ولكن الريحه دعتش الله اعلم. المهم البنات الحمد لله على كل حال. وهنايا جاب لي 2 ضويبرات تاع الثومه. هنايا الله بدينا كناخذهم من هنا للدار. صراحه البنات كما قلت لكم، فيما خديت شي حاجه غادي نتشاركها معكم. هنايا خديت فرشيطات، باكيه تاع الفرشيطات وباكيه تاع المعالقات صغار. ضروري الشلايض بحال هكا دانون شي حاجه، حيت مازال ما عنديش الماعن. شلايض دانون شي حاجه بحال هكايا. خديتهم صراحه زوينين، هادو يكونوا ضروريين في الدار. خديتهم ومازال ما خديتش هذيك الشبيكه ديالهم، درتهم لي في هاد القرعه هنايا مع هادوك اللي كانوا عندي. المهم ديباني راسي باش ما كانوا صافي. هنا البنات غادي ندير هادو في الثلاجه، وغادي نبدا تنست في الخضره، حيت جاب ليا طبزيره، جاب ليا اللحم، الحوت، وحتى الخضره. المهم اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. صراحه صدمني، كيعرف يتقدم عندي ما نقول. جاب تقديه زوينه والله. واخا حتى البارح خرجنا مشينا لواحد السوق في المحاميد. صراحه البنات والله الا كل شيء رخيص، كل شيء فيه رخيص. بقى مصدوم، قال لي ما باقيش غنتقدم للحانوت. قلت له وراه على انتما في راسك هاد القضيه، الحانوت راه كل شيء فيه غالي. شتي الخضره في السوق مثلا، كاين شي اسواق تيبداو مثلا مع داك العصر هكاك
تعطلي واحد شويه جوايه المغرب، يقرب العشاء هكاك تيكون السوق هبط، ما تيكونوا بادين بثمن غالي تما غادي السوق وتيهبط. المهم هنايا البنات خدا ليا مطيشه، البطاطا، التفاح، البربر، الخيار، تخلطوا عليه قامه، هنايا القزبر والحامض باش نغسل الحوت والدجاج، هنا جلبانه. التمر كيبغي هو التمر بزاف كيفطر بيه، حتى انا كنحتاجو الصراحه ناكلو ونفطر بيه هكايا ولا ناكلو. هنايا بطاطا باقا بطرابه زوينه، وهنايا خدا ليا كيلو ديال الدجاج مقرد، وخدا ليا حوته. المهم البنات غنبدا نستف هاد الشي شويه بشويه وغنغسل هاد البطاطا. هاد البطاطا ما عجبنيش الحال نديرها في الثلاجه بطرابها، قلت حتى نغسلها ما عرفتش واش غتخمج ليا ولا لا. المهم جربت غسلتها وصافي، على الله كنتمنى ما تخمش والله، ولكن راه فيها التراب بزاف، يعني غتعمر ليا الثلاجه كامله، واي حاجه درتها معاها في الثلاجه غادي تولي حتى هي عامره. المهم البنات كما قلت لكم مشينا البارح لداك السوق، اقسم بالله الا الليمون 2 دراهم، والليمون زوين ديال العصير، والله الا يا البنات داك الليمون الصغير تجيبيه تعصريه والله الا زوين وحلو. 2 دراهم. البنان داك البنان صغير. المهم الناس اللي كيبغوا العصير انا ما كنهضرش مع عارفه كاينه واحد الطبقه برجوازيه وعايشه بخير وعلى خير، انا ما كنتلاح لداك الشيء. ولو راجلي اللي كيصيروا داك الشيء. المهم انا كيعجبني نقتصد، ماشي بالضروره عندي غنمشي نتلاح الحاجه الغاليه. غتمشي قياسك، راه الانسان خصو يجمع، خصو يدير على شي رجع، ماشي بالضروره كاين صافي نبداو حنا غير نبدرو صافي. قلت لكم كاين البنان مع دخلنا كاين البنان 3 دراهم، والله الا يا البنات داك البنان الا زوين، بحكم ان يلاه تقديت داكشي علاش ما عاودش تقديت حتى تقرب تسالي ليا التقديه، وغنمشي تما ما باقيش غيجيب ليا من الحانوت. كلشي غالي هو براسو. تصدم قال لك خديت البصله الحمراء قال لك خديتها ب160، والله لا يا البنات لقيناها نتما في السوق ب80 ريال، 80 ريال. والبنان ب60، والليمون صغير زوين والعصير ب40 ريال. الليمون قال لك هو تقداه من الحانوت ب120، والبصله ب160، وسميتو والبنان تقداه ب160. ايوا قلت لي هاد المره باش تعلم ما تبقيش تمشي للحانوت، الحانوت راه تيكون داكشي غالي. اللهم الانسان يمشي يدير واحد ساعه ولا ساعتين للسوق هكا ياخذ داكشي اللي خاصو بثمن رخيص. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل في الثمن يمشيو اختي للحانوت، والسوق تيكون داكشي جديد يلاه مخرجينه من بلاصه الجمله تيكون جديد. اما الحانوت راه كيجي بالصندوق وكيحطو كيجلس عنده 3 ايام 4 ايام تتكون الخضره قديمه البنات عن تجربه. المهم هنايا كانت عندي البصله وزادني البصله خديتها هنايا صراحه خويتها وكان فيها الزبل حاشاكم، وخويتها مازال ما خديت هذوك الشبيكات البنات والله الا شفتهم البارح في السوق، ولكن ما خديتهم. يلا خديت شي حاجه قليله حتى نعاود نرجع وناخذ جوج، باش وحده نبقى ندير فيها بطاطا وحده نبقى ندير فيها البصله. دوك اللي تيكونوا فوق الثلاجه ولا تيكون بحال هكا جنب في الكوزينه ناخذ جويجات. المهم البنات درتها فوق الثلاجه البصله وبطاطا حلوه رقدتها تمايا في البانيو باش حتى هي نغسلها من داك التراب. هنايا البنات عندي داك الحامض غنديرو في الثلاجه، وهذاك القزبر غادي نغسلو وغادي نحطو نقيه ونحطو حتى ينشف ونقررو نديرو في الفريغو. هذه هي الطريقه ديالي انا في القزبر. هنا هذيك بطاطا حلوه عامره بالتراب حتى هي بغيت نديرها في الثلاجه بتعمر ليا الدنيا، بحكم مازال ما خدت لا شباكي لا والو. حتى البارحه خديت الشبيكات دابا نتشاركهم معاكم. مازال ما واخده لا شبيكات لا والو، تنحط هي شي 11 في الثلاجه حتى هي غسلتها ونشفتها مزيان بزاف عاد درتها في الثلاجه. شوفوا يا البنات شحال تحت التراب، صراحه هذاك التراب ما عطاتنيش خاطر نديرهم بالتراب ديالهم في الثلاجه، والله عيفوني ما عطاتنيش خاطري نديرهم هكاك. المهم البنات كنتمنى ما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين، والله يخطيكم، وشكرا بزاف بزاف المشاهده ديالكم، وكنتمنى الفيديوهات اللي كندير يعجبوكم، وشكرا بزاف والله. كنتمنى تدعموني في القناه ديالي. صراحه انا هامل القناه ديالي ماشي ما هاملاهاش، ولكن البنات بحكم انه الخدمه
وكيفاش غديري تصوري وكتجي عيانه من الخدمه. راه الناس اللي خدامين غادي يعرفوا بحق الخدمه عند الناس كيفاش دايره. والله الا كتجي مهدوده ما قادره ديري والو، كتنوضي ديري شي حاجه خفه نزربان وتجلسي، وباش تبقاي تصوري. التصوير كيبغي الوقت والمونتاج حتى هو كيبغي الوقت. والله البنات ربي لي عالم بيا. المهم هنايا البنات غادي ناخذ هذوك الخلط غادي نقيهم. انا مازال ما خديت البواطات. الناس اللي بيعلقوا ليا بيقولوا درتيهم في السطيلات ديال لوضو، غير خذي راحتك اختي. انا درتهم في سطيلات لوضو حينتاش ما عنديش البواطات مازال ما خديتهمش. يلا بديت كناخذ شويه بشويه، ما غاديش نخلي انايا هذوك الخلط في البلاستيكه يخسروا ليا. باش ما تعلقيش ليا انت تقول لي راه ويلي درتيهم في سطيلات لوضو. لا البنات ديبانيت بداك الشيء اللي عندي، قضيت به الغرض والصلاة على النبي حتى نتقداهم. ماشي انا كلشي غادي نهبطو في نهار واحد وكلشي غادي نتقداه في نهار واحد وكلشي غادي نكونو في سيمانه واحده، بشويه بشويه وصافي. المهم هنايا كان عندي هاد السطيلات حتى هما باقيين جداد مازال ما استعملتهم ما والو. وحده درت فيها تخلطه على قامه، وحده غندير فيها لقامه. صافي يا البنات هذا ما كنتمنى الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم وراه يخطيكم عليا، وشكرا بزاف. ما تنساوليش من اللايك والتعليق ديالكم زوينين، واخا تخليو ليا غير قليبات باش نعرف انه الفيديو ديالي يعجبكم. وهنا البنات غادي نقي هذيك اللي قامه عاوتاني. المهم راه ماشي هذا الفيديو ما كملتش معكم كلشي، كاين شي حوايج ما درتهم الصراحه. والله ما درتهمش في هذا الفيديو. كاين شي حوايج كاع ما صورتهم البنات، نسيت والله. ولا يمكن كنت حاطه التليفون حتى لدابا غير تفكرت، ولا يمكن كنت حاطه التليفون كيصور وهو ما صورش. والله نسيت حتى نشوف الا كنت تصوروا ليا غادي نديرهم في الفيديو الاخر ونقول لكم هاد الفيديوهات راه هاد المقاطع ديال الفيديو الاولاني. غير نسيت ما درتهمش في هذا. مع كنت نمونطي مزروبه ما درتش كلشي هنايا. المهم راه غسل الدجاج ورقدته في الحامض والملحه وخليته يرقاد. الحوت حتى هو غسلته وصابته وقرطته ودرته في الفريغو. وهذا ما كان. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم والله يخطيكم عليا، وشكرا بزاف بزاف على المشاهده. وكنتمنى ما نكونش معيكيزه ونبقى نصور لكم. صراحه الروتينات ديالي هما هادو يوميا، غير انا باش نصور داكشي كنعكز يا اختي. تعكزي تصوري وتجلسي تمونطي والفيديو يكون هو هذاك عاد تلوحيه في القناه. يعني حتى هذيك راه خدمه وكتبغي الوقت. والله البنات اي والله يقدرنا على فعل الخير. وهذا ما كان. وشكرا بزاف لكم البنات، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم والله يخطيكم عليا.